السلام عليكم ورحمة الله. صحفي مغربي يقصف ويفضح فوزي الأقجع ويقول: نحن الفريق الوحيد الذي ماذا؟ سنعرف الذي ماذا في هذا الفيديو ونشاهد التصريحات النارية من الصحفي المغربي ضد فوزي الأقجع. ولكن عزيزي المتابع، لا تنسى الاشتراك معنا في هذه القناة ولايك علشان الفيديو ده ينتشر أكبر عدد من الناس، واذكر الله وصلى على النبي أهم شيء. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. انتقد الصحفي المغربي خالد ياسين بشدة فوزي الأقجع والجامعة الملكية المغربية بأجمعها حينما أدلى بتصريحات زلزلة الرياضة المغربية، حينما قال بالنص: نأسف لأن المنتخب المغربي يلعب جميع مبارياته على أرضه، حتى المباريات المقرر لها إقامتها خارج الديار نستطيع في النهاية إقناع المنافسين على أن نلعب هذه المباريات على أرضنا. وهذا شيء غريب، يعتبر المنتخب الوحيد في العالم الذي يستضيف منافسيه أو خصومه على أرض، بدلا من إقامة المباريات على أرض محايدة من أجل مبدأ تكافؤ الفرص. سنواجه لسوتو خارج ديارهم في أرضنا في أغادير، وأيضا واجهنا النيجر من قبل والكونغو الديمقراطية كونغو برازافيل خارج ديارهم في أرضنا، مع أنه كان من المفترض اللعب في ديارهم. كل هذا غير مبدأ تكافؤ الفرص وضد هذا المبدأ، ولا يحترم العدالة الرياضية إطلاقا. وأخيرا دعا الصحفي إلى تصفيات رياضية خالية من الجدل، لأن هذا ما يحدث يضر بمصلحة الرياضة المغربية ويضر بالسمعة. وشهد شاهد من أهلها. شاركنا رأيك عزيزي المتابع في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله.